السلام عليكم ورحمة الله. في رحلة الحج بعد التزود بالذات بينطلق الحاج في الطريق إلى بيت الله عز وجل، ومن أول الخطوات اللي بياخدها الإحرام. أما من لم يستطع الحج وحج بقلبه فبيتزود برضه وبينطلق، ولكن بيتزود بالتقوى وينطلق في الطريق إلى الله جل في علاه. ولم يحرم ويلبس ملابس الإحرام، بس لازم يتعلم المقصود من الإحرام ويحقق هذا المقصود حتى لا تمر هذه الأيام كغيرها من الأيام. لازم نفهم إن المحرم ترك الدنيا، ترك الزينة، ترك الوجاهة، ترك الشهوة، ترك كل ما يعطله عن الله عز وجل، وانطلق في الطريق إلى بيت الله عز وجل يريد الحج، يريد رضا ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك أنت يا من تحج بقلبك لازم تتعلم وتحقق المقصود وتترك كل ما يعطلك عن الله عز وجل، تترك كل شيء مزيف في هذه الدنيا، ولا تنشغل إلا بما هو باق، وتترك كل ما هو زائل، وتنطلق إلى الله عز وجل طائعا خاضعا متواضعا مستجيبا لله وللرسول إذ دعيت لما يحييك. وتبص على المحرم الذي أحرم حقيقة وانطلق إلى بيت الله عز وجل وتتعلم منه درسين مهمين جدا. ما أنا مش هسيبه كده يروح يحج وأنا أبقى قاعد كده ما بتعلمش حاجة، لا، لازم أتعلم. رقم واحد، أتعلم أن الله عز وجل لا يميز بين اثنين إلا بالتقوى، كلهم شبه بعض، الحجاج كلهم شبه بعض. طيب إيه الفرق بين ده وده؟ التقوى. ما بيفرقش بين اتنين باللون ولا المال ولا السلطان، كل شيء بيتساقط من هذه الدنيا، الكل عند الله عز وجل سواسية، ولكن هي الحسنات والسيئات والقلوب. فإن أردت أن تتميز عند الله عز وجل فعليك بالطاعة وعليك بإصلاح القلب. تاني أمر تتعلمه أن الإحرام يذكرك بالموت. صحيح، وهو الإحرام عبارة عن إيه؟ ما هو كفن على الحقيقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، الموت.